لفيت في العالم ويوم حلف وحوريكم الوجه الجميل لفلسطين. وزي ما بتعرفوا فلسطين مقسمه. استنى بدك 71 سنه لما تحكي القصه والحكايه. ونبدا من اقصى الشمال على حدود لبنان من راس الناقوره. زمان من سنة 1942 لحد ال 44 كان هنا سكة قطار بداخل هذا النفق بالضبط. وين ما انا واقف تحت هنا كان يمر القطار، وفي صورة نادرة وتاريخية للقطار. كان القطار يمرق عكا، بيروت، طرابلس، والقطار كان تابع للجيش البريطاني. فاليوم لا في قطار ولا في شيء، فهذا اليوم مزار سياحي. فراس الناقورة تعتبر ولا كلك ادفع. وصلت عكا. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. على هذه الأرض ما يستحق الحياة. زمان هذا السور كان الحامي لعكا. نابليون بحاله ما قدر يفوت عكا اول ما شاف السور. بس اليوم لا بنفع سور ولا شيء، بتيجي طياره من فوق بتكسف السور هذا، والسور تبع الصين حتى. حيفا يا حبيبي حيفا، وأنا موجود بالمكان الأجمل بحيفا، حدائق البهائيين. قصة الحدائق قصة طويلة وبدها أكثر من 3 4 5 6 7 فيديوهات، فاسحب يا الحبيب اسحب. وصلت الناصرة، واللي تحت هذا في الجبل هي الناصرة. والناصرة من أقدم المدن الفلسطينية، تاريخها قديم. أنا موجود بجبل القفصة. تقول الروايات المسيحية أن السيد المسيح قد قفز منه قبل أن يبلغ بالرسالة، ويقال بروايات أخرى أنه قد هرب من مطارده. يا سلام على اللغة الفصحى. واليوم هذا مكان سياحي بيجوا زوار من كل العالم. ادفع بس دير بالك توقعني فوق الجبل. ادفع. وصلت بحيرة طبرية. بقول لك اخر الزمان ياجوج وماجوج مو شفتوا بحيرة طبرية كلياتها، فانا رايح اشفط قبل ما يشوفوها. ادفع. وصلت يافا، وتحديدا ميناء يافا. ميناء يافا من اقدم الموانئ في العالم. زمان كانت تطلع رحلات من هنا لكثير مناطق في العالم. فاليوم هذا الميناء بس في قوارب صغيره للصيد. اللي خلفي برج الساعه، هذا البرج تم بناؤه ايام الدوله العثمانيه، وخصوصا ايام السلطان عبد الحميد الثاني، بس ما كان شكله هيك، شكله اليوم هيك بعد التظبيطات. بدي اوريكم يافا وجمال يافا. ادفع يا الحبيب للمكان القريب من هنا. ادفع. وصلت قرية الحرم أو قرية علي المهجرة، وكل السكان تهجروا ما ظل إلا المسجد، مسجد علي الجميل اللي بطل على البحر.
محاولة فشل تطهير الطيران فوق المسجد بسبب السفارات الموجودين. ننتقل على المنطقة اللي بعدها. أنا الآن بداخل قلعة مجدل صادق، ومكان جانب هذا القلعة كانت قرية صغيرة وهجر كل أهلها سنة 1948 ولم يرى أثار إلا لهذه القلعة. يا توتة الدار صبرك عالزمان انجار، لا بد منعود مهما طول المشوار يا يابا. وصلت نابلس أو ما تلقب بجبل النار أو دمشق الصغيرة. أنا بداخل البلدة القديمة في نابلس، كثير حضارات مرين من هنا، وكل بناية وكل باب له قصة وحكاية. وصلت المكان الأجمل في القدس، وهذا المكان غني عن التعريف. لما كنت أسافر حول العالم كنت أقابل كثير ناس حلمهم يزوروا هذا المكان. يا طير مهاجر على الأقصى وديني، الأقصى عرض وعرض وشرف وديني. كل شخص حلمه يزور هذا المكان إن شاء الله بزوره بأقرب وقت. اسحب. اللي خلفي من أقدم مدن العالم مدينة أريحة، وقريب من أريحة موجود وادي الكلت. وأسفل الواد تحت موجود دير تاريخه قديم. تحت أوطى منطقة في العالم وكمان حر. وصلت البحر الميت، وسمي البحر الميت لأنه كل شيء ميت هنا ما عدا هذه الشجرة. راح أوريكم إياها. وصلت صحراء النقب. وصحراء النقب من أجمل صحاري العالم وخصوصا في الليل. أنا موجود في آخر نقطة في الجنوب على حدود 3 دول. بديت من رأس الناقورة في أقصى الشمال من حدود لبنان، ومن أقصى الجنوب مصر، والسعودية موجودة هناك ورا الجبال بس بسبب الجو مش مبين، والأردن. أم الرشراش واليوم اسمها إيلات المحطة الأخيرة. بعرف في كثير مناطق ما زرتها، فأنا بحب كل المناطق كل الشعوب، فلا تسبوا علي في التعليقات. وحتى كل منطقة زرتها وشفتوها ما صورت منها 1% وما حكيت عنها أي معلومات، فحبيت أظهر بس الشيء الجميل. رغم كل المناطق الجميلة اللي شفتوها في شيء أجمل وهو الشعب الفلسطيني. فإذا حبيتوا نزور باقي المناطق اكتبوا لنا في التعليقات، وأي شيء بتحبوا تشوفوه أعطونا رأيكم، وعطنا اشتراك في القناة ولايك، وانشر المقطع في كل مكان. وبارك الله فيك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.